الاولاد دول متعودين كل سنه يوم عيد ميلاد والدتهم انهم يجيبوا لها الهدايا ويتجمعوا كلهم عندها في البيت. الام كانت واقفه مستنياهم قدام باب البيت. كل واحد فيهم كان بيقدم الهديه لوالدته ويديها فلوس ويطلع على البيت. كلهم طلعوا على البيت وسبقوها، لكن الام فضلت واقفه في الشارع وقلقانه مستنيه ابنها. في الوقت ده الاولاد كانوا كلهم اتجمعوا على السفره، والام اتاخرت. فالبنت كلمت والدتها وقالت لها يلا يا ماما احنا جعانين. فالام قالت لهم شويه وطالعه. البنت بعد ما قفلت مع والدتها قالت لهم هي ماما فاكره ان هو هيجي لها؟ ما اظنش انه هيجي، ده ما حلتوش حاجه وهيتكسف يجي لانه مش هيقدر يجيب لها هديه. وفجاه الابن جه، بس غير ما اخواته فاكرين. الابن كان غني ومعاه فلوس، ركن عربيته في مكان بعيد وبص كده لقى والدته واقفه مستنياه. دخل العربيه غير هدومه ولبس هدوم متقطعه، وكان شايل شنطه تقيله. على ما غير هدومه كانت الام طلعت على البيت، فاولادها بيقولوا لها ما تاكلي يا ماما. قالت لهم ماليش نفس، كان نفسي كلكم تتجمعوا، كان نفسي اخوكم يكون وسطيكم. وفجاه جرس الباب رن. الام فرحت، جريت على الباب علشان تفتح لابنها. قالت له انا مستنياك من بدري، تعال اتفضل اخواتك كلهم موجودين. ودخل على البيت. اول ما جه يقعد على الكرسي كل واحد فيهم رفض انه يقعد جنبه، وقالوا له انت مش مكسوف من نفسك واللبس اللي انت لابسه ده؟ انت فضحتنا وسط الناس. كل واحد فينا اخد ورثه من باباه وعمل بيه شركه كلنا ناجحين الا انت. هنا الام اتعصبت عليهم وقالت لهم ايه اللي انتوا بتقولوه لاخوكوا ده؟ وحتى لو خسر تجارته وخسر فلوسه المفروض تقفوا جنبه، ياما وقف جنبكم. انت نسيت مين اللي دفع مصاريف الجامعه بتاعتك؟ هو اخوك. وانت كمان نسيتي مين كان يحرم نفسه علشان يشتري لك انت الحاجه اللي نفسك فيها؟ هو اخوكي. في الوقت ده جرس الباب رن. فتحوا الباب لقوا واحده ست جايبه معاها هدايا وبتقول له سياده الريس الهدايا اللي حضرتك طلبتها. هنا قال لوالدته على فكره يا ماما انا فعلا خسرت، لكن ربنا عوضني وكسبت مكاسب كتير جدا وبقى عندي شركه كبيره، ودي الهدايا بتاعتك والشنطه دي مليانه فلوس. الفلوس دي اقل حاجه اقدمها لك، وكمان اشتريت لك فيلا 500 متر علشان تعيشي فيها. هنا اخواته اتصدموا، كل واحد فيهم حاول ان هو يتقرب منه ويقولوا له احنا بنهزر معاك، برضو كده صدقت احنا اخواتك. هنا رد عليهم وقال لهم انا ما كنتش اتوقع منكم كده، انا كنت فاكركم اخواتي فعلا تقفوا جنبي وتساندوني، لكن للاسف حتى الاخوات بقوا بتوع مصلحتهم. واخد والدته ومشي. حقيقي الدنيا كلها دلوقتي بقت مصالح، حتى الاخوات ما يعرفوش بعض غير علشان المصلحة. صلوا على النبي في التعليقات.